وتخليدا لذكرى عيد العرش المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب، احتضنت مدينة بني ملال كرنفالا احتفاليا بحضور عدد من الفرق الفولكلورية المحلية والوطنية تبين التنوع الثقافي بالمنطقة. إيمان سلاوي، عمر شليدي ومحمد جابري. هكذا هي مواسم البهجة تعلن عن الفرح في كل مكان. مدينة بني ملال تعيش على إيقاع الموسيقى، وهكذا هي الأهازيج الشعبية التي تتعالى وتصدح. فرق أحيدوس برقصاتها التي ترسم الدهشة على الوجوه. أكثر من أنغام، إنها فرق تحتفي بالفولكلور المغربي الغني والمتنوع. فرق متعددة الروافد والمشارب تشارك في كرنفال بني ملال احتفاء بعيد العرش المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب. كرنفال احتفالي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب واليوم الوطني للمهاجر. اليوم كان أود تقديم جزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه الاحتفالية. الشارخ المناسبة سيدنا، جئت لأحتفل بعيد العرش المجيد. الصغار كما الكبار قادموا لإحياء هذه المناسبة من كل المناطق المجاورة. جئت رفقة فرقة أحيدوس وأمثل قدماء الفنانين بخنيفرة. نادي تدون هيدا تمتلخ يخجم نخنيفرة. بمشاركة عدد من جمعيات المجتمع المدني تم الاحتفاء بعدد من الشخصيات الرياضية والفنية التي حققت إشعاعاً كبيراً. في لحظة وفاء، لحظة معانقة واحتفاء بالذكرى 24 لعيد العرش المجيد والذكرى 70 لثورة الملك والشعب والذكرى ثورة الملك والشعب الذكرى 70 وكذلك اليوم الوطني للمهاجر. الحمد لله أنا فرحان بهذا التكريم هذا من جمعيات أي تعتبر للتنمية وإن شاء الله مازال الألعاب إن شاء الله جايين إن شاء الله دولية. فرق فولكلورية محلية ووطنية تحتفي بالتنوع الثقافي، شكلت لوحات فنية تجاوب معها الجمهور وسافرت به عبر الزمن والجغرافيا.